التعادل السلبي. مباراة احتضنها الملعب البلدي لبركان. نهضة بركان يخطف نقطة عزز بها مكانته في الصدارة النقاط عبد الواحد. قبل بأنه هو مستقبل ربما كانت 3 نقاط تكون أحسن. نعم. ولكن المنافس منافس كبير اللي هو بيراميدز اللي هو البطل. أكيد بأنه نقطة واحدة أحسن باش يبقى ديما هو المتزعم بفارق الأهداف، يعني سجل 5 ديال الأهداف. نعم. يعني بيراميدز سجلوا 4 ديال الأهداف. تنظن بأنه التعادل في حد ذاته ربما نقولوا منطقي. نعم. ولكن خصو يرجع بنتيجه ديال التعادل في مصر باش يبقى دائما هذاك الفارق، يعني يبقى دائما هو في الصداره. اكيد وهي مباراه قويه، اكيد تابعناها، تجمع بين البطل والجديد على هذه المسابقة بعد مسار طويل وخبرة كبيرة جدا على مستوى كأس الكونفدرالية. نهضة بركان بتجربته وخبرته دخل أكيد في الأجواء في عصبة الأبطال. اليوم يؤدي واحدة من أقوى مبارياته وهو يواجه بطل هذه النسخة بيراميدز المصري. صحيح، نهضة بركان يعني ماشي جديد على هذه المسابقات، ولكن جديد على عصبة الأبطال. عصبة الأبطال هذا ما قصدت. نعم. وبالتالي فهذه المباراة كانت بمعطيات يعني مختلفة، نظرا لأن المنافس منافس ثقيل، منافس بإمكانيات كبيرة، هو البطل. كيتقاسموا الصدارة يعني ب6 نقاط، فبالتالي بفارق الأهداف. نعم. وبالتالي فالمباراة يعني عرفت حضور تكتيكي من الفريقين. يعني كل فريق ما بغاش يخرج باش يلعب باش انه ما يتلقاش اهداف، وبالتالي فيمكن المحاولات الاولى كانت لنهضة بركان، وهذه واحده منها اللي شفنا التسديده ديال نهضة بركان يعني في اولى الدقائق ديال المليوي، لانه كان فارد بالحارس وقدر انه يدير لي بعد عودته من الاصابه مليوي. يعني كانت عوده موفقه، تحت لي فرص كثيره صراحه المليوي، ولكن كان غير موفق. كيف ما قلت نهضة بركان يعني باللاعبين اللي عنده، حتى الطريقه ديال باش دخل بها كانت يعني طريقه مغايره ديال الشعباني في هذا التشكيل، لانه شفنا قندوس هو وعسال على مستوى الدفاع وكيلعب بمنعوت مساوي، ولكن كيخلي قندوس مني كيكون عندهم الكره انهم كيكارتيو ويخلي كامارا هو ياخذ ان ليبيرو. وشفنا شوير يعني اللي كيشتغل على الاروقه، شفناه وسط الميدان، يعني هذا كيبين بانه عنده رؤيه خاصه، بغى انه على المستوى الهجومي يكون احسن. على ان كنا كنتمناو كيف ما قال عبد الواحد الشمامي ان نهضة بركان يوني هذه الجوله الثالثه منتصرا، خصوصا ملي كتستقبل بالميدان. مهم جدا ان تتزعم المجموعه. كنعرفوا احنا تصدر المجموعه تحظى او يمنحك الامتياز على الاستقبال في الادوار المقبله. عبد الواحد اكيد المباراه، وحنا تنعرفوا دائما يعني في نهضة بركان تيعرف يسافر، تيعرف يجيب. هذا هو اللي ربما عندنا ثقه في نهضة بركان، يعني يعوض هذيك 2 نقاط على الاقل يجيب نقطه. نعم. واحده. ولكن راه المنافس منافس قوي وشرس، منافس الطريقه التكتيكيه ديالو صعبه، لانه فريق اللي ما تيعطيكش الحلول، رغم ان جات المليوي يعني هذيك الفرصه، لانه تعرفوا المليوي يلاه راجع من الاصابه، يلا خصو يعني المنافسه وخصو التنافسيه. فتنظن بانه على العموم مباراه جيده بالنسبه لنهضة بركان. تبقى دائما الحظوظ بالنسبه ليه وتبقى الثقه، هي هذا اهم شيء يعني في هذا دور المجموعات. هو الفريق دائما يبقى ثقه، لانه المنافسه يلاه باديه. الفريق يعني تنعرفوا بانه هنا الكره ديال المليوي تنعرفوا هدف المباراه. نعم. المليوي تنعرفوا بكل صراحه لاعب قناص. نعم. عنده امكانيات كبيره، وشنا كيفاش تا في فلاشان كيفاش سجل الاهداف. تنظن بانه ربما كانت تنقص، ولكن هنا على العموم نعم. ففريق نهضة بركان عنده امكانيات لاعبين. صحيح كما قال العثماني، ربما نهضة بركان بدات تتغير من الطريقه ديالو في هذا الموسم كامل.
كامل يعني حتى في البطوله شفناه يعني في بعض الاحيان تغير من طريقه اللعب ديالو. اكيد بانه ذهاب لاعبين ومجيء لاعبين وطريقه التعامل ديالو، ولكن على العموم هذه تفكرنا في ثلاثه تسديدات ربما كانت تعطينا على الاقل جوج ديال الاهداف. هذه تتفكرنا في لاشار. هو في غياب الحلول التكتيكيه فكيبقى واعتمد على التسديد من بعيد. كان حل من الحلول لاسامه المليوي. كيبقى التسديد من بعيد هو الحل من الحلول، وحنا كنعرفوا القيمه ديال المليوي. يعني كنا كنتذكر الهدف ديالو في الشام، فهو حاول انه يدير بحال هذه لانه خداها بصدره، وحتى الدوره ديالو كيفاش انه يقدر يتيريها صافي دير بانه عنده لي كاليتي ديال اللعابه الكبار ديال قلب هجوم بمعنى الكلمه. فبالتالي فكنظن بانه النقطه كتبقى مهمه من نهضه بركان، لانه كيتقاسم كيف ما قلت وكتبقى الصداره ديالو هو وما انهزمش. هذا مهم، كيبقى عنده ثلاثه ديال المباريات. اكيد ان غادي نشوفوه في الدور الثاني، ولكن بغينا نشوفوه هو اللي ياخذ الصداره. جوج ديال المنافسين اللي ما عندهمش اللي هما الريفرز يونايتد والباور دينامو، ومباراتهم انتهت ايضا بالتعادل نقطه لكل فريق. فبالتالي كنشوف في الدور الثاني بيراميدز ونهضه بركان. ما يهمنا هو نهضه بركان في الصداره، هذا هو اللي كيهمنا، ويهمنا ان المعطيات التقنيه والتقنيه تكون في المستوى، وانهم يبينوا بانه فعلا كره القدم المغربيه كتزخر بمواهب وكتزخر بامكانيات كبيره. اكيد نهضه بركان كيف ما قلنا قوته انه مسجل 5 ديال الاهداف. هذا يعني ان هجوميا نهضه بركان يتمتع بخط هجومي قوي جدا. في المقابل ذلك ملي كانت تبغي شي فريق انه ينافس في مثل هكذا مسابقات، خصوصا دوري ابطال افريقيا، لازم ان يكون عندك دفاع قوي وحارس مرمى ايضا من عيار منير المحمدي اللي غاب عن هذه المباراه بسبب الاصابه. بحال خلع في الكتف الايمن بالامس، خضع لعمليه جراحيه باحدى المصحات في اسبانيا. هذه العمليه كما اعلنها نادي نهضه بركان كللت بالنجاح. نهضه بركان يمكن تحرم من قيمه منير محمدي، لكن في المباراة ديال اليوم فلا خوف على نهضة بركان على مستوى حراسة المرمى. والإضافة اللي زادت نهضة بركان، لأنه عرفنا نهضة بركان كان دائما يعني هي الفريق اللي كان ينافس بشكل كبير في لاكاف، ولكن البطولة كان دائما تلقى مشاكل. ولكن من بين الأشياء الإضافية في فريق نهضة بركان هو مجيء حارس كبير اللي أعطى الدفء، أعطى الاستقرار. أكيد مع الاستمرارية ديال جل اللاعبين، استمرار ديال الطاقم التقني. فتنظن بانه هذه من الاشياء اللي خلات نهضه بركان يعني يولي قوي ويكون اليوم ينافس في عصبه الابطال. فتنظن بانه منير محمدي عنده امكانيات كبيره، عنده تجربه كبيره. فتنظن بانه ما نقولوش خساره كبيره، ولكن على العموم دائما ملي تتبغي تكون واحد الفريق قوي دائما يكون عندك دفاع قوي، ومن بين الدفاع القوي هو الحارس القوي. نعم، وغياب مؤقت. نشير ان حسب اللجنه الطبيه وبلاغ ديال نهضه بركان كيشير ان مده الغياب ديال منير محمدي حوالي تقريبا 3 أشهر سيغيب عن الميادين. بالتالي ربما حتى كاس العالم ربما نفقدوا خدمات محمدي الى جانب 3 أشهر سنه العام. نعم، هو شوف الفرق الكبرى هي الاهميه ديالها هي في المجموعه. احنا ما كنقصوش من القيمه ديال المحمدي، ولكن كنظن بانه مفتاح عنده امكانيات كبيره. صح. ومن كيكون عندك الحارس الثاني بهذه القيمه فاكيد انه حتى الحارس الثالث لا خوف عليه. تمام. ربما كتعطى فرصه للاعب انه كيطلع من لي جون فكيكون هو الحارس الثالث. نعم. فهذه كلها فرضيات اللي هي مهمه.